هاد السياره اللي كتشوفوها كتحل لغز البنت اللي مشات عند الله قبل اسبوعين، والعمال تاع النظافه كيلقاوها جنب الاوتوروت في الصخيرات في المغرب، كانوا كينظفوا كيلقاو بنت في عمرها 15 عام في واحد الكيس بلاستيكي او الشكاره تاع السكر مقطعه مرميه. وهنا فين كيقول لك ديرها ونساها الروح عزيزه عند الله. والشرطه المغربيه تبعوا الخط وفرغوا الكاميرات من طنجه الى الدار البيضاء ومن اكادير الى الدار البيضاء، وفرغوا الكاميرات نتاع الاستراحات اللي كاينين في الاوتوروت. شحال ديال الجهد بذلوه هاد الناس نتاع الشرطه باش يوصلوا لهاد البنت. كيلقاو البنت راكبه مع الاخت ديالها من اكادير وشداتها الكاميرات. عرفوا البنت شكون هي؟ البنت في عمرها 15 سنه، ما دايراش البصمات وما عندهاش بطاقه التعريف الوطنيه. والشرطه كتمشي عند الاهل تاع البنت كيقولوا لهم البنت ديالكم فينا هي. الاب ديالها والام نتاع البنت قالوا لهم اخر مره مشات مع اختها الكبيره اللي في عمرها 40 سنه. مشاو عند اختها في الدار البيضاء ولقاوها بيومين دارت قصيده والسياره مشات. وهذيك السياره ملي فتشتها الشرطه كيلقاو الدم في الكفر نتاع السياره نتاع الاخت نتاعها. وهاد السيده هذه كدير مسؤوله تواصل ومكلفه من طرف ولي سوس ماسه لمشروع ضخم، هي اللي مسؤوله بالمشروع الضخم ديال 30 مليون لمدينه اكادير. كيفاش هذه غتعطى لها المسؤوليه وهي كتعمل الجا